مرحبا. أول شي بحب أبدأ فيه نهاري هو الصلاة والقرآن والأذكار وأدعي لماما وبابا. بعدين عملت فنجان قهوة على رواق، فتحت الثلاجة عندي. يا لطيف ليش هيك مكركبة، لو أمي تشوفها تشوفها. سكرتها وقررت أطلب فطور، وبعدين بلشت أعمل تنظيفة للثلاجة المسكينة. كان فيها نعناع يبسته والبقدونس والكزبرة قطفتهم وفرزتهم. كان فيها ذرة عملتها على طريقة الشيف ياسمين ناصر. وأما حبة الباذنجان هاي حطيتها بالاير فراير مع زيت ومي وشوي بصل، بعدين بالخلاط أو محضرة الطعام ملح وثوم وطحينية وإذا بدكم حر. وشوفوا بيطلع أطيب متبل زاكي، جربوه مع زيت زيتون. وهاي على طريقة ماما. اخترت الفواكه الطرية حطيتها بالخلاط وعملتها كوكتيل. وشوفوا كيف كانت الثلاجة وكيف صارت، يعني راضية عن النتيجة شوي. بعدين طلعت أتمشى لحالي، الجو حلو ما شاء الله. تنسوا انكم تتابعوني يا أحلى ناس لحتى أنا أنزلكم دايما عن يومياتي، واحكولي شو رأيكم في محتواي. واللي بيسألوني أسئلة رح أجاوبكم على أسئلتي لقدام، بس أوصل عدد متابعين مشاهدات أكتر.